يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح القشطه، صباح السكر، صباح السعاده والسكر الزياده على احلى واجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدا الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. يا ام تغريد بتعملي ايه حلو كده على الصبح؟ صحيت بدري قلت اشوف اللي ورايا، كان في طبقين روقتهم عشان المطبخ يبقى نضيف، وجهزت فطار. كان احلى فطار، حاجه بسيطه. طلعت بره سوقت وجبت طماطم وجبت كل اللي ناقصني، وجبت سمك، وقطعت بطاطس وحمرتها، والوقت بقطع خيار، وكنت جايبه فول وطعميه وطماطم، وقلت لا نطبخ ايه حلو النهارده يا ام تغريد؟ هنعمل سمك. جبت سمك النهارده، والوقت بقطع حبيتين طماطم وبجهز الفطار معانا. حاجه بسيطه وحاجه ايه ما شاء الله، كيك جميله. بألف هنا يا رب الكل اللي فطر من الاكل ده. والوقت بفضي الطعميه وهفقش البيض وبجهز الحاجه، والخطوات جايه لوحدها واحده واحده. قطعت الخيار وقطعت الطماطم، والوقت بفقش بيض. وما شاء الله، قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. ودي شكل الفطار بعد ما خلص، واهم حاجة الخضار. جبت بقى ربطة خضار معايا وغسلتها حلو. والوقت هنطلع بره عشان نفطر ونشرب كوبايتين شاي ونشوف هنعمل ايه بعد الفطار. ايه رأيكم بقى؟ حاجة بسيطة وحاجة تفتح النفس. هتعملي ايه يا ام تغريد؟ بسرعه فطرت والحمد لله. فطرنا والحمد لله. وهنجهز الغدا. طبعا انا قلت لكم انا جايبه سمك. هتعملي ايه؟ هعمل رز احمر ببطاطس. والوقت سبكت قطعت بصلتين وصفرتهم، وفرمت شفشق طماطم معتبر. ونزلت بايه يا ام تغريد؟ نزلت بشويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه كزبره وشويه ملح. كنت مقطعه حبيتين بطاطس قطع صغيره، هحطها شويه في الطماطم وهقلبها حلو وتاخد وتدي بشكل ودي، اهدى عليها وتاخد وتدي بشكل ودي. وبعد كده كنت جايبه ربطه خضره شبت وكزبره غسلتها حلو وقطعتها قطع صغيره وهنزل بيها. الطريقه جايه لوحدها واحده واحده. مره تعملي رز ابيض، رز صياديه، رز احمر، كل مره غير التانية. انتوا عارفين ان السمك لازم كل مره تغيير في الرز. والوقت بقلب الحاجه حلو عشان تاخد وتدي بشكل ودي. ونزلت بالميه معاه. وطبعا كنت غاسله الرز ونقعاه. لازم الرز اسيبه يجي ساعه نص ساعه، ما بستعجلش عليه. وبعد كده هتغلي معايا، الميه تغلي معايا وانزل بالرز. وبعد كده هدى عليه يستوي براحته وياخد ويدي بشكل ودي. ما شاء الله والله العظيم ما قادرة اقول لكم على حلاوة الرز. كانت ريحته قلب البيت. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. ترحم على امي وابويا وموتانا اجمعين يا رب العالمين. دلوقتي بقى المية بتغلي معايا، صفيت الرز وبنزل بيه. الخطوات جايه لوحدها واحدة واحدة. اديني الوقت بنزل بالرز. ما شاء الله حسيت اللي هو محتاج شوية مية، حطيت شوية مية. وهقلبه حلو وما يستوي معايا ههدى عليه. ما شاء الله الوقت بقى كان اتشرب من المية. وبقلبه واحدة واحدة. ايه رأيكم بقى في الرز بتاع ام تغريد؟ الرز بتاع ام تغريد دي في حتة تانية. والوقت بتعملي ايه حلو تاني يا ام تغريد؟ هغسل السمك. لازم اغسل السمك مرة واتنين وتلاتة زي ما انتوا عارفين. وطبعا الوقت بغسل السمك حلو واغسل دماغه حلو مرة واتنين وتلاتة زي ما انتوا عارفين. ما شاء الله السمكة دي كانت جميلة. طبعا السمكة ده انا قلت لكم قبل كده ممكن اشتريها كده وانا مغمضة. طبعا والله العظيم مش بشكر في نفسي، انا بعرف السمكة على طول. الله يرحمها كانت معلماني شوية حاجات. كل حاجة حتى في الطبيخ والله طريقة امي. كل حاجة طريقة امي الله يرحمها. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. والوقت عملت الدقة ما شاء الله دقة كيك جميلة. الدقة عبارة عن ايه؟ عن فلفل احمر وكمون وكزبرة وتوم وليمون. ما شاء الله ملح. والوقت بقى بعمل السمك اهو في الردة. طبعا الفرن لازم يتولع ويسخن معايا عشان السمك ميلزقش مني. شايفين بقى ما شاء الله. طبعا بجهز على طول عشان ايه ناكل والاكل ساخن. والوقت بحط السمك في الفرن. طلعته دور احمر ودي الدور التاني. وطبعا لازم احط السمك جنب الولعة. ولما تحمر معايا بقلبها وهدى عليه وياخد ويدي بشكل ودي. لازم اهدى عليه عشان يحمر براحته.
شايفين بقى ما شاء الله السمك كان مدخن وايه، قالب الحته. انا طبعا الاوضه دي فوق على السطح بشوي فوق. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاه والسلام. والوقت بقى السمك هيحمر معايا هقوم مطلعاه. انا بقول لكم الطريقه واحده واحده. انا طبعا ما بحبش اشوي السمك بره، لو ادعي عند حد يشويهولي لازم اعمل حاجتي بايدي، لازم اغسل سمكي، اعمل حاجتي، اعمل الدقه بتاعتي. السمك بتاعي بالذات والله ما بحب اشوي بره، ولا حد يشويهولي ولا اشوي عند اي حد. ما شاء الله شايفين بقى لون السمك تحفه. دي بقى شكل الدقه بتاعتي. الدقه بتاعت ام تغريد دي في حته تانية. حاجه تفتح النفس. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. دلوقتي بقى هرص السمك عشان انزل على طول افرغ الرز، وعملت السلطة. انا كنت مجهزة السلطة، كل حاجة جاهزة معايا. دلوقتي بطلع السمك برصه في الطبق عشان انزل تحت نتغدى على طول والسمك ساخن. والوقت بقى نزلت تحت بوريكم السمك على الرخامة. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايديا وحياة عينيا. كنت بقى خلصت وجهزت الصينية، المخلل والسلطة والرز الأحمر بالبطاطس والسمك. ما شاء الله حاجة تفتح النفس. تعالوا يا حبايبي لو انتوا قريبين مني تعالوا تغدوا معايا بألف هنا يا رب الكل اللي كل مني. ايه رأيكم بقى في الصينية بتاعت ام تغريد في حتة تانية؟ والحمد لله فطرنا والحمد لله واتغدينا والحمد لله وشربنا شاي. ودخلت طبعا على المطبخ عشان اغسل الطبقين عشان المطبخ ما يتمليش مواعين. قلت لكم قبل كده طول ما المطبخ نظيف الحته بتبقى نظيفه. روقت المطبخ عشان ما يبقاش ورايا حاجه، عشان لو ورايا حاجه اكون مخلصه كل اللي ورايا، عشان انزل تحت بقى اقعد تحت في الطراوه شويه. عشان شقتنا دي ما شاء الله في الصيف ما بنعرفش نقعد في الشقة دي في الصيف، والله العظيم من كتر الحر كمني فوق ما فيش فوقنا حاجة خالص، ما تعرفيش تقعدي فيها. عشان كده بخلص اللي ورايا وانزل اقعد تحت في الطراوة شوية. والوقت بغسل الاطباق حلو. متابعين يا حبايب قلب عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم ما بتأخر عليكم في الفيديوهات بتوحشوني. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحد علقت لي تعليق حلو، ربنا يفرح قلبها وتفرح بعيالها وما تشوف فيهم حاجة وحشة ابدا. اللهم امين. تمر حنة حبيبة قلب عاملة ايه؟ الف سلامة عليكي، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب ويخليكي لعيالك وتفرحي بيهم، ما تشوفي فيهم حاجة وحشة ابدا. اللهم امين. كل ده انا عمالة اتكلم معاكم ولسه بغسل في المواعين، ادينا عمالة دردش معاكم ونضحك مع بعض ونهزر مع بعض اما اخلص غسيل. زي ما انتوا شايفين الوقت بقى غسلت الاطباق كلها وبشطفها مرة واتنين وتلاتة. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. طبعا انا المواعين بغسل الاطباق والكوبايات بصابون سائل، اما الحلل والاطباق الالومنيا بغسلها بصابونه سمراء. بشتري صابونه من بتاع من المنظفات، صابونه سمراء ب6 جنيه بس. ما شاء الله شايفين بتخلي الاطباق والحلل في حته تانية. خلصت ورحت فين يا ام تغريد راحت تتمشى شويه هي واصحابها، وعماله بقى تصور وهي ماشيه كده. هي بقى عماله تصور بقى وهي ماشيه وهي واصحابها وتاخد جوله كده معاكم. حبايب قلبي ما تنسوش قلت على طول دايما الاشتراك في القناه وتفعل الجرس، واهم حاجه اللايك، اهم حاجه اللايك يا حبايبي. ان شاء الله قناتي تكبر بيكم طول ما انتم معايا، قناتي تكبر بيكم تفضلوا منورين قناتي وحياتي. ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله. تغريد بقى هتتكلم معاكم شويه حلوين. ازيكم يا حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا والله. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم كده. ده بقى كنت انا عندنا كده طريق بنبقى نتمشى عليه انا واصحابي، يعني لما بخلص اللي ورايا من بدري انا واصحابي نقول ايه ما تيجي يلا نروح نتمشى شويه. فبنتمشى في حتة مليانة أراضي وطريق فاضي كده بنتمشى عليه، نغير جو. هنعمل ايه؟ ما وراناش حاجة، خلصنا المدرسة وقعدنا. مش قادرة اقول لكم والله مشينا مشي اليوم ده. الطريق ده طويل بس اجواء حلوة وكلها اراضي وطريق فاضي، ومشينا مشي انا واصحابي فضلنا نضحك سوا ونهزر. يلا هنعمل ايه؟ ما وراناش حاجة بقى، بنخلص شغل البيت من بدري. وقلت لماما يا ماما راح اتمشى انا واصحابي، ما قالتليش حاجة، قالت لي مشي روحي يا تغريب.
تجدعنوا بقى يا حبايبي بقى، وتجدعنوا في القناة واعملوا لايك كده حلو واشتراك وفعلوا الجرس علشان ينزل لكم كل جديد. والقناة بتاعتنا في امل والله ان القناة بتاعتنا دي تكبر بيكم، ودايما منورينها ودايما منورين حياتنا. ربنا يخليكم لنا يا رب، وما نتحرم من وجودكم في حياتنا ابدا، ودايما القناة بتاعتنا تكبر بيكم، وان شاء الله توصلونا للمليون. انا في امل كده اللي انتوا هتوصلونا، هنوصل بيكم ان شاء الله. ربنا يخليكم لنا يا رب، وما نتحرم منكم، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطرنا في التعليقات. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطر ماما وبتفرحوها. ربنا يفرح قلبكم. دي بقى ايه، كنت باخد لكم جولة كده، الأراضي والطريق فاضي، يعني ساعتها الوقت ده ما كانش فيه عربيات بتمشي وكده، كان الطريق فاضي في الوقت ده وكده أصلا، واحنا راجعين مروحين. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وأهم حاجة اللايك علشان ينزل لكم كل جديد. مع السلامة يا حبايب قلبي، أشوفكم في فيديو جديد. استنونا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، فيديوهاتنا تعجبكم والجديد أحسن إن شاء الله، وربنا يوفقنا ويوفق الجميع يا رب. مع ألف سلامة، مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلامة، هتوحشونا.